السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم عليكم الأيام بخير يا رب. يلا نخش على الوصفة بتاعتنا النهاردة. معانا وصفة من أهم الوصفات لرمضان، هي الزبادي البيتي. عايزة أقول لكم تحفة قوي وموفر جدا وكل حاجة. وهقول لكم على سر النهاردة يخلي معاكم الزبادي يطلع زي ما انتوا شفتوه كده، والوش بتاعه عامل قشطة كده كتير، والتماسك بتاعه حلو، ومش هيطلع فيه ميه. ولا الناس اللي بتشتكي وتقولي الزبادي بنعمله بيطلع جاذع معانا، يعني في طعم يعني جذع كده شويه. لا، انا هقول لكم على الوصفه الحلوه النهارده وهنشوف هنعملها ازاي. انا معايا 2 كيلو حليب. اهم حاجه يكون الحليب انت جايباه من لبان، تكوني واثقه ان اللبن بتاعه حلو، ما يكونش مغشوش، يعني يكون اللبن بتاعه اللبن حلو. انا معايا 2 كيلو حليب سايب او حليب بلدي. الزبادي طبعا بيطلع حلو بالحليب البلدي، بيطلع طعمه حلو. انا ما بحبش بصراحه الحليب التاني عشان بيبقى خالي من الدسم، لا انا عايزه الدسامه بتاعت الزبادي نحس بطعمها وتكون حلوه كده على السحور بتاع رمضان. انا كل كيلو لبن سوري او حليب هياخد معايا كوبايه من الزبادي. طبعا احنا كيلو الحليب هيعمل معانا كذا كوباية أو كذا حاجة. أنا جايبة العلبة دي من السوبر ماركت ب6 جنيه. بصوا فيها معلقة، يعني هي معلقة. طب ليه احنا كل يوم مثلا في السحور يعني في الغلا اللي احنا فيه نجيب مثلا ب50 جنيه أو ب100 جنيه زبادي؟ لا، هو كيلو حليب وكوباية زبادي هتعمليها. هو ده التخمير بتاعنا النهاردة. أنا عشان مستخدمة 2 كيلو حليب أو لبن فاستخدمت كوبايتين زبادي. السر معانا بقى اللي يخلي القوام بتاع الزبادي حلو ويبقى متماسك، ما يكونش فيه مية: معلقتين لبن بودرة. يعني كل كيلو هياخد كوباية زبادي ومعلقة لبن بودرة. تمام. هنقلبهم كده، ده التخمير بتاعنا بتاع الزبادي اللي احنا هنعمل بس الزبادي بتاعنا. هنفضل نقلبهم كده لحد ما يبقوا كريمي. تمام. وفي نفس الوقت اللبن معايا على النار. انا طبعا اللبن هنفضل نغلي فيه كتير. خلاص كده احنا عملنا التخمير بتاعنا. رحنا تاني للبن نقلب فيه. اهم حاجة بقى اللبن، مش اول ما تلاقي اللبن رفع معاكي او غلي معاكي تروحي طافية النار. لا، اهم حاجة التقليب المستمر كتير قوي كده، عشان لو اللبن لا قدر الله بتاعنا جايبينه من السوبر ماركت مغشوش وفيه مية، احنا عايزين نطلع اي بخار مية خالص. عايزين اللبن او الحليب بتاعنا يبقى بالكثافة اللي انتوا شايفينها. وانا ما شاء الله اللبن جايباه من حد موثوق فيه، فزي ما انتوا شايفين تقله كده وحلو قوي. وكل ما تقلبي فيه كل ما يعمل رغوة. احنا عايزين الرغوة بتاعت اللبن دي او القشطة بتاعت اللبن، دي من اهم حاجة. تمام. بصوا، انا كل ما يرفع معايا بوطي النار وافضل اقلب. يعني كل ما الاقيه يغلي ويرفع معايا هيفور، لا بوطي العين شوية وافضل اقلب تقليب مستمر. خلاص انا كده خلصت. انا محضره التخمير بتاعنا. زي ما قلت لكم كيلو اللبن او كيلو الحليب هياخد معانا كوبايه زبادي ومعلقه لبن بودره. تمام. زي ما انتم شايفين اللبن معايا خلاص، انا سبته ريح شويه بعد الغليان. وحطيت صباعي اهو بالشكل ده، لقيته دم زي دمع العين او رضعه البيبي. تمام. للناس اللي بتسأل يعني ايه دمع العين، اللي هو حطي صباعك في اللبن يعني ما يبقاش سخن على صباعك. انا خدت بقى وش القشطه. زي ما انتم شايفين اللبن معايا عامل دسامه حلوه قوي. خدت الوش بتاع القشطه بتاع اللبن لميته على التخمير وقلبته. دي اهم خطوه. تمام. يعني مغرفه كده من اللبن او الحليب هنحطها على الزبادي بتاعنا واللبن البودر. خلاص بعد ما قلبناه بالشكل ده هنسيبه بقى وهنستعمل الخلاط او الهاند بلندر. عايزه اقول لكم ده من انجح طرق لعمل الزبادي او وصفه الزبادي. والله والله ما حطيتلوش سكر خالص. زي ما انتم شايفين الوصفه النهارده ما حطيتلهاش سكر. عايزه اقول لكم ولا جاذع ولا في طعم مرارة. يعني بصوا والله كفاية ان حاجة نظيفة وموفرة واحسن من اللي بره بكتير. وهنعمله من غير ولا مكنة زبادي ولا اي حاجة، هنعمله زبادي بلدي خالص، يعني كل حاجة من البيت. تمام. للناس اللي ما عندهاش كمان مكنة زبادي، انا ما حبيتش احط ولا في مكنة زبادي ولا حاجة، احنا هنعمله طبيعي عادي خالص. اهم حاجه بقى في الخطوه دي، لو ما عندكيش الهاند بلندر هتستخدمي الخلاط بتاعك، تحطي اللبن فيه وتضربيه كام ضربه، وبعد كده تنزلي بالطبق او البوله بتاعه التخمير بتاعتك وتستمري في الضرب. كل ما تضربي الزبادي كل ما تتاكدي ان طبق التخمير بتاعك كله يعني بقى في اللبن. يعني فاهمين؟ بقى كله متجانس مع بعض او كله اتخلط مع بعض. وفي نفس الوقت بنستفاد بحاجة تانية، ان بيعمل طبقة الرغاوي معانا دي او الفقاقيع او زي ما تسموها سموها يعني، اللي هو يطلع معانا في الاخر وش الزبادي. كل ما تضربيه كل ما يطلع طبقة طحينة من القشطة بتاعتك. والله طالع تحفة 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 تحفة.
انا النهارده هحط في بريمه، عايزه تحطي في كوبايات براحتك خالص. انا عملت كميه بريمه حلوه قوي وما شاء الله البرام معايا كبير مش صغير، يعني يعمل 4 كوبايات من اللي انا كنت شاريها من الشارع. يعني البرام الواحد ممكن يخش له في حوالي 20 جنيه، لو اشتريناه من السوبر ماركت او اكتر كمان. وكفايه ان حاجه حلوه عاملاها نظيفه في البيت. حجم البرام كمان مش باين، لكن والله حجمه كبير يعني. كتير قوي ان واحد ياكل البرام ده كبير، يعني فاهمين قصدي؟ اهو بالكميه اللي انتوا شايفينها. بصوا الكميه عامله ازاي. وفي تاني يعني في صينيه كمان، اكيد انتوا شفتوها او هتشوفوها معايا في اخر الفيديو. هتلاقوا صينيتين كده جنب بعض في الفرن، يعني عملوا الصينيه دي وصينيه تاني. تمام، الكميه ال2 كيلو حليب. اهم حاجه بقى في المرحله دي احنا بنعمل الحضانه او اللي هيخمر بقى ايه، الزبادي. بتكوني مولعه الفرن وانت شغاله كده حوالي ربع ساعه. وبتكوني غالية مية في الكتل، ما عندكش في كتل مية في البراد او في حلة هتغلي مية، وتحطيها لحد ما تيجي نص الكوبايات معاكي او البريمة معاكي. تمام. وبنحطه حوالي 6 ساعات في الشتاء. تمام. يعني قعد معايا في الفرن. خلاص انا بسخن الفرن جامد وبعد كده بقفل عين الفرن وبدخل الصينية بالمية السخنة زي ما انتوا شايفين لمدة 6 او 8 ساعات. بطلعه بلاقيه متماسك معايا بالشكل ده وعامل وش القشطة. يعني مفيش اسهل واسرع من كده. يعني انتي ممكن تعمليه مثلا بعد الفطار او قبل الفطار، ان شاء الله تسحروا بيه وبالف هنا وشفا على قلبكم. وما تنسوش تكتبوا لي بقى تعليق حلو، والناس اللي تجربوا كده قولوا لي ايه رايكم في الوصفه بتاعتي النهارده. والله حلو جدا، ولا جازع ولا عامل ميه، عامل طبقه قشطه وفوم معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهوريكم الكمية، هتيجي صورة تقريبا أو مقطع كده للكمية كلها. ال2 كيلو حليب ما شاء الله عاملين لي معايا بريمة وبريمة كبيرة، بس عشان الحلفان فيه هما 2 صغيرين والباقي كله كميته كبيرة، يعني بالهنا وشفا وغويط يعني. يعني العلبة حلوة، فاهمين قصدي؟ أنا جبت الستريتش راب بقى وغطيته عشان خاطر أحتفظ بيه في التلاجة بالشكل ده. حبيت اوريكم المقطع ده عشان خاطر نحتفظ بوش القشطه ويتماسك معانا بقى. يعني اول ما بنطلعه من الحضانه بتاعته او التخمير بتاعه في الفرن بنكيسه ونحطه في التلاجة. ما عندكيش ستريتش راب، غطيه باي صينيه عندك على رف التلاجة، هيطلع متماسك معاكي وحلو جدا جدا جدا. دي الكميه كلها ماشي. ومن ضمنها كان في تقريبا كوبايه او كوبايتين بالهنا والشفا، ولادي كلوها ما صبروش من حلاوه الزبادي. بصوا متماسك معايا عامل ازاي. وكده ما لحقش يقعد في التلاجة، يعني انا قعدته ساعه بس وطلعته عشان اكمل باقي الفيديو تصوير. تمام. انت كل ما تقعديه في التلاجة كل ما يتمسك. بصي ما فيش ميه خالص في الزبادي، طعمه من غير سكر حلو جدا. ما حطيتش الوصفه بتاعتنا النهارده سكر خالص. وبكده اكون خلصت الوصفه بتاعتي النهارده. انتظروا بقى فيديوهات حلوه قوي رمضان ان شاء الله. في مفاجاه الفيديو اللي بعد ده واللي بعده ان شاء الله بخصوص السحور بتاع رمضان. وكده اقول لكم باي باي، اشوفكم في رعايه الله. باي باي.